بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر يا كريم. الحمد لله. ما زلنا في محاضرات أصول الفقه بشكل مجمل، وكان محور محاضرتنا السابقة أقسام الكلام. النوع الأول من حيث التركيب، من حيث الوضع والتركيب، وأخذنا في المحاضرة السابقة ما يتعلق بهذا الموضوع، واليوم نكمل النوع الثالث، أقسام الكلام من حيث الاستعمال. ففي هذه المحاضرة سنتناول مطالب. المطلب الأول معنى القول، الكلام والقول والخطاب، أو الفرق بين القول والكلام والخطاب، والحقيقة والمجاز. ثم نتناول أنواع الحقيقة، ثم أنواع المجاز. غالبا ما يحدث حتى يتحقق المراد أن بين الناس يحدث كلام في مطالب، في حاجات، في تعبير عن معاناة، عن مشكلات، عن أحاسيس. فهذا الكلام قد يكون عابرا، وقد يكون يعاني منه صاحبه، وقد يكون مؤثر في الآخر. فالفرق بين هذا وهذا وهذا بالنسبة للإنسان في حياته اليومية، في تعامله، يستند إلى منطلقات تحدد مسار هذا الخطاب أو هذا الكلام أو هذا القول. فقلنا عليكم السلام. فقلنا الفرق بين القول والكلام والخطاب أن القول والكلام والخطاب في الاستعمال من حيث العموم واحد، والفرق أن القول هو استحضار المعنى في ذهن القائل بحديث النفس أو النطق به، أو النطق بالكلام به على سبيل التذكير والإيقان، يعني بشكل موقن. مثل قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. سنأتي إلى شرح هذا معنى. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. وأما أنه يجري بيقين في حديث النفس أو إرادة المتكلم به، فلقوله تعالى: قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. فالغالب إيقان القائل بما يقول ما لم يكن هازئا أو ساخرا. هذا المعنى أنه إذا جئنا من حيث العموم، القول والكلام والخطاب بمعنى واحد، كله ما يكون معبر عن إرادة الإنسان على سبيل التذكير أو البيان بإيقان، يعني مؤمن بما يقول. هذا في الغالب لأنه شيء واحد. وضربنا لهذا مثلا أن الله عز وجل أمر أنه وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاطب الناس بشكل مؤثر، بشكل يؤدي إلى المعاني، تؤدي إلى نتائج في داخل الإنسان وفي خارجه. والرسول صلى الله عليه وسلم تكلم كلاما، قال: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فهنا القول، إنسان حين أراد بالقول أراد الإتقان لمعنى القول والإيمان به، الإتقان له والإيمان به. ولكن هو من حيث
من حيث ممكن أن نطلق عليه كلاما، ممكن أن نطلق عليه قولا، وممكن أن نطلق عليه خطابا. فما الفرق بين هذا كله؟ سنأتي إليه. قال: إذا تقصد القائل القول للآخر ليعلمه بالمطلوب وأن يفهمه على مراده، فإنه كلام لا محالة. فالكلام يقع على الألفاظ المنثورة وعلى المعاني التي تحتها مجموعة، لبيان المعنى المتكلم على ما سمع. فإذا أراد السامع مراد المتكلم، أدرك السامع مراد المتكلم، أي فهم المطلوب على قصد مراده، فهو خطاب. هذا السامع إذا فهم. وإذا لم يدركه فهو بالنسبة للسامع قول لصاحبه. قال الله تعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وبالنسبة للمتكلم حديث يرجو فيه نفع السامع، ولكنه لم يقلبه في نفسه بالتفكير فيه. قال الله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. معنى هذا الكلام: حين نتكلم مع بعضنا نريد أن نخبر الآخر بما عندنا، بما يخالج مشاعرنا، إحساسنا، فكرنا. فهذا كلام، لأنه يفيد معاني متصورة في ذهني، مفاهيم لمعاني أفكار موجودة عندي، أريد أن أنقلها للسامع. فهذا كلام. لكن هذا الكلام إذا وقع في المقابل موقع الإدراك، فهم المقصود، أدرك المعاني، صار خطابا. بالنسبة له حين يصير خطابا وهو يتفاعل معه هو كلام. لكن هذه عملية التحول في التعبير عن المعنى في ذهن المقابل تنشئ ما يسمى خطابا. فالخطاب هو فهم مراد المتكلم. الكلام هو تعبير عن المقصود. إذا كان القائل موقن به، مؤمن به، فهو بالنسبة له قول، بالنسبة أنا لي السامع كلام، حتى إذا فهمته صار خطابا. ولذلك حين نعرف الحكم الشرعي ماذا نقول؟ خطاب الشارع عندما نفهم المراد. لكن حين نقرأ الاستدلال ماذا نقول؟ قال الله قال الرسول. فإذا ولكن حين القول قال الله وقال الرسول ما هو؟ كلام. فالقرآن حين نعرفه ماذا نقول؟ كلام الله. حين نريد أن نفهمه وهو يخاطبنا فيه قال الله، حين نفهمه يصير عندنا خطابا. هذا التفريق ضروري للمبتدئ في طالب العلم حتى يغدو عنده بديهية من بدائح الأمور. نأتي إلى تفصيل آخر. قال: الكلم من غير نظم مفردات لغوية. الكلم مجموع كلمة من غير نظم في سياق الجملة، مفردات لغوية توجد تصورا لألفاظها في ذهن السامع. نقول ركض، هو في ذهننا معنى الركض، لكن من ركض، لماذا ركض، إلى أين ركض، من أين انطلق، ما موجودة، مفردة. جاء، أحدهم جاء، إنسان، غير ذلك، ما هو، كيف، من أين، مفردة. فالنظم الكلم من غير نظم في جملة مفردات تدل على معانيها المفردة.
ولا تؤسس لفكرة خطاب. يعني لا تقع في المقابل على معنى مراد، وإنما على معنى مجمل عام لغوي لا يدل على شيء أكثر من التصور الذهني للفعل ركض أو جاء. لا تؤسس لفكرة خطاب ما لم تترتب بوضع معين وما لم تترتب بوضع معين ونسق مخصوص. دائما النظم، حين نقول نظم ماذا نعني بالنظام؟ وضع الأشياء بمواضع معينة وفق نسق مخصوص. يعني الآن نحن جالسون في نظام، كل منا بوضع معين في نسق مخصوص، هذا نظام الجلسة. هكذا النظام. الجملة نظام، وضع الكلمات في نسق الفعل والفاعل والاسم والمفعول به والمبتدأ والخبر، في نسق وضع الكلمات في وضع معين بنسق مخصوص يؤدي إلى معنى. من غير هذا النسق المخصوص وهذا الترتيب للأوضاع المعينة للكلم لا تؤدي المعنى. المعنى لا يتكون ولا يؤدى على حسب منطق القوم ولسانهم، لتدل بتركيبها المقصود ونظمه على ما هو أكثر من دلالات مفردات اللغوية إلى نمط التفاهم بحسب دلالة نظمها في جملة الخطاب بمقتضى العرف أو بمقتضى الشرع، وهما اللسان المعتبر في الكلام المفهوم في أعراف الناس، ويوصل إلى اليقين الجزم وفصل الخطاب والدلالة اللغوية بأفرادها لا تؤدي المطلوب ما لم تنتظم في جملة الخطاب بالعرف أو الشرع. يعني الآن نحن نتكلم مع بعضنا، أحيانا أحدنا يقول للآخر أنا ما مفهوم الكلام، لأنه المتكلم متعجل مثلا، مرتبك، مضطرب، يقدم ويؤخر، ليس بنسق معين، يضطرب الفهم عندنا غير مفهوم. نقول أعد حتى نفهم. فلذلك أن هناك المفردات اللغوية يجب أن توضع بموضعها الصحيح حتى يتم المعنى، حتى ينشأ الكلام المفيد بالوضع، كما في النحو ما نعرف الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، هذا المعنى المقصود. فالكلام هنا حين يوضع بمواضع معينة على نسق مخصوص، مثلا نقول مثلا جاء التلميذ الذكي، هنا صار تركيب معين، فهم أنه الذي سيقبل علينا هو تلميذ ذكي. لكن نقول جاء التلميذ، هنا الجملة ليست بوضوح الأولى. جاء التلميذ ممكن ذكي، ممكن غير شكل، ممكن متأخر، ممكن متقدم. لكن حين نقول مثلا جاء التلميذ الذكي فلان، صار أكثر وضوحا. فهنا بدأ عملية التأثير في ترتيب الكلام بوضع الألفاظ بمواضع معينة في نسق مخصوص لإفادة معنى ظاهر واضح، معنى محكم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، معنى محكم لا يقبل التعدد ولا غير ما جاء فيه. فاعلم أنه لا إله إلا الله، جملة كاملة أفادت المعنى. لكن إذا جاء اللفظ فيه شيء من الاشتباه يحتاج حتى نفهمه إلى قرائن مثل كافة الأدلة المتشابهة. فإذا فائدة هذا الأمر أنه له تأثير فهم الكلام. حين نقرأ النص الشرعي من الكتاب والسنة سيتوارد عندنا كيف نتعامل معه في تركيبه. ولذلك تناولنا الفرق بين القول والكلام والخطاب. فنقول كلام الله القرآن الكريم،
كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، السنة القولية. لكن حين نضعها في الاستدلال ماذا نقول؟ قال الله قال الرسول. حين تكون عندنا فهما حكما فكريا أو فقهيا صارت خطابا للممارسة والتطبيق. وصلت الفكرة؟ فائدتها أيضا وصلت إن شاء الله. ولكن مع هذا كله لا بد من التنبيه إلى نقطة، أنه كثير من الناس يعني لا يفرق بين هذا وهذا. هذا لا يضر عند العامة لأن هو ليس محل بحث وتفكير، لكن عند المثقف عند أهل العلم هذه مهمة حتى يفرق. وتحدث أحيانا جدليات في مسائل معينة نتيجة خفاء هذه الفكرة، فبحثها تطلب، وإلا هي معروفة سابقا. حين نعرف الحكم الشرعي منذ القديم العلماء يعرفون الحكم الشرعي رأسا خطاب، القرآن كلام الله. حين يستدلون قال. إذن ليست ثمة مشكلة في هذا الباب، ولكن هذا حتى يكون عندنا التفكير يأخذ مجالا دقيقا في أقسام الكلام من حيث الاستعمال. المطلب الأول قلنا الفرق بين القول والكلام والخطاب. المطلب الثاني معنى الحقيقة والمجاز، لأن نحن نبحث أقسام الكلام، فأقسام الكلام حين نبحثها ما زلنا في مباحث اللغة. فمباحث اللغة منشأها وبنيتها وتكوينها، ثم حقيقتها ومجازها، ثم ننتقل إلى التنوع. فقال ويبقى أن يعلم النابه أن الحقيقة والمجاز من عوارض المفردات للكلم. الحقيقة والمجاز ليس من عوارض الجملة، المفردات للكلم في أوضعها في الجملة، فهي ليست عوارض للجملة، عوارض للمفردة، لأن المفردة حين تكون في السياق من الجملة تكون على الحقيقة دائما. ولذلك اختلفوا أنه هل في القرآن مجاز؟ من جهة اللغة نعم في القرآن مجاز، لأن المفردات استعملت في سياقات معينة ربما على غير ما وضعت له في عرف الواضع، وإنما تناولت مجالات أخرى. لكن هل في القرآن الكريم كتركيب كخطاب مجاز؟ نقول لا، وإنما من جهة اللغة فيه مجاز، أما من جهة اللسان فلا مجاز فيه. وهذا الخلاف هكذا يحل ببساطة إن شاء الله، ولكن هو يحتاج يعني أهل اللغة ويبحثونه بشكل أكثر وسعة، ولكن يكفي الإشارة إلى هذا المعنى. فأن الحقيقة والمجاز من عوارض المفردات للكلم، وهما من مباحث اللغة. من مباحث اللغة من جهة المعاني بالوضع والاستعمال، يعني من جهة ما وضعت له حقيقة ثم في جهة الاستعمال صارت مجازا. يعني الأسد مثلا في الحقيقة وضعت للحيوان المفترس المعروف، لكن في الاستعمال استعملت للشجاع مثلا، استعملت لصاحب الإرادة القوية، للمخيف مثلا تستعمل. فهي من حيث الحقيقة ما وضعت له للحيوان المفترس، ولكن من حيث الاستعمال تناولت شيئا آخر للتعبير عن معنى معين للاستعمال. فمن هنا يطلق عليها الحقيقة والمجاز. أما هي في الاستعمال حين أطلقنا على زيد بأنه أسد قصدنا البطولة والشجاعة ولم نقصد الحيوانية. فإذا هنا ليست المراد الحقيقة والمجاز اللغوي، وإنما المراد حقيقة الاستعمال، لا من حيث الوضع وإنما من حيث الاستعمال. فالحقيقة ما بقي اللفظ في حال الاستعمال على موضوعه الذي عينه الواضع اللغوي للدلال عليه، أو ما استعمل اللفظ فيما
اصطلح عليه من المخاطبة، وهم جماعة أهل العلم والاختصاص. يعني جماعة، لذلك نقول أنه لكل فن اصطلاح. هنا صار المعنى غير المعنى اللغوي، معنى الاصطلاحي، الوضع الاصطلاحي، مثل كلمة فاعل في النحو غير فاعل في القضاء. القاضي حين يقول للفاعل يريد من أجرى الفعل، أما اللغوي حين يقول للفاعل أراد به التركيبة النحوية في هذا الباب. نعم. بأن عينوا دلالة لذلك المعنى بنفسه إفرادا له بالتعيين لمعنى جرى في أذهانهم، وإن لم يبقى اللفظ في الاستعمال للدلالة على موضوعه بحسب اللغة، كلفظ الصلاة إذ استعمله أهل الشرع في الدلالة على الهيئة المخصوصة، وبه لم يبقى على موضوعه اللغوي وهو الدعاء غالبا. يعني تحول هنا، حين تقول الصلاة الآن في الغالب ماذا يرد في الذهن؟ الأفعال والهيئات المخصوصة لأداء الصلاة فريضة أو ندبا. هذا المعنى العام الآن صار معهود ذهني. هذا الاصطلاح صار مفهوما متعارف عليه بين الناس، خرج عن معنى اللغوي الذي هو الدعاء. ولكن الفقيه أو السياسي حين يقول الصلاة لها معنى آخر. ما أقاموا فيكم الصلاة، أي ما أقاموا فيكم أحكام الدين، ما أحكام الكتاب، هذا معنى آخر. فإذا هنا حسب السياق ومن المخاطب ومن المخاطب، هي هنا يعني حسب السياق والحدث الذي يجري بين الناس. يعني نحن نتكلم عن تطبيق الإسلام مثلا، حين نقول ما أقاموا فيكم الصلاة، حديث مسلم برواياته، معاوية والصحابية ثلاث روايات بالحديث، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الكتاب. إذن هنا الصلاة بمعنى إقامة أحكام الكتاب. فحين نتكلم عن تطبيق الشرع الصلاة غير حين نتكلم مثلا عن العبادات حين نقول الصلاة المفروضة أو الندبية. لكن حين نتكلم عن القضاء وتطبيق الإسلام وكذا نقول الصلاة ما قاموا، والحكم قل ما قاموا فيكم الكتاب، هذا معنى الصلاة. فإذا هنا استعمل بحسب الاصطلاح وفق سياق الجملة للدلالة على معنى معين. وكذا الصوم والزكاة وألفاظ كثيرة أخرى في الشريعة. هذا من حيث الحقيقة الوضع والاستعمال. أما المجاز من الكلم فهو ما تجاوز موضعه الذي وضع له في الاستعمال. يعني لكل كلمة في الاستعمال لها موضع معين، فإذا تجاوز هذا المعنى فهنا يسمى المجاز، وذلك أنه فتعدي به عن موضوعه اللغوي الذي وضعه القوم في أصل اللغة وتعارفوا عليه في الاستعمال الآخر أيضا، مثل لفظ الغائط. هذه الأمثلة واردة كثيرا، وهو المنخفض من الأرض. المنخفض من الأرض في العربية حسب الوضع الغائط، ولذلك نسميه الغوطة، هكذا أيضا يسمونه. ولكن استعمل التعبير عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة مجازا تأدبا. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، الآية فتيمموا صعيدا طيبا، إشارة إلى أنه قضاء الحاجة يكون دائما في المكان المنخفض البعيد عن الأنظار، فاستعمل من كثرة الاستعمال غلب على أصل الوضع، فصار هذا المعنى أيضا مجاز. فالمجيء من المنخفض من الأرض ليس حدثا يقتضي الطهارة فأراد قضاء الحاجة،
لكن إذا قال زرعي في الغائط هنا على أصل الوضع، زرعي في المنخفض من الأرض. لكن إذا جاء أحدكم من الغائط هنا دلالة على قضاء الحاجة. المفيد في هذا الأمر، ما هو المفيد في هذا الأمر؟ أنه لا نقف عند المفردات بجمود، وإنما نقف عند معانيها في الاستعمال. في الاستعمال هنا ماذا يغلب في الاستعمال؟ المعهود الذهني من كثرة الاستعمال حتى صار متعارفا عليه بين القوم، وهذا سيرد كثير في قضايا الشرع في النصوص الشرعية. ومباحث العلماء في مسألة الحقيقة والمجاز اللغوي مباحث مطلوبة، ولكن في المباحث الفقهية الأصل أن ننظر إلى معهود القوم في الاستعمال بوصفه لسانا لا بوصفها لغة. الآن بعض الناس الذين يريدون أن يدخلوا إلى القرآن ويتركوا السنة يأتون إلى هذه المشتركات اللغوية أو المترادفات بين الحقيقة والمجاز، ويضللون الرأي العام البسيط الذي لا يفقه، يعني الناس العاديين الذين لا علم لهم يضللونها. بينما حين ننتبه إلى هذا المعنى هناك يكون الوقوف، قف، هذا من جهة اللغة أنت تتكلم، أما من جهة الاستعمال لها معنى على حسب ما عرف في زمن القوم. ولذلك فرقنا بين اللغة واللسان. لم يرد في القرآن الكريم لغة عربية، وإنما قال بلسان عربي بلسان قومه، إلا اللغو قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون. وهذا ليس مراد فيه اللغة، وإنما مراد فيه الكلام غير المفيد. المطلب الثالث أنواع الحقيقة. والحقيقة في مجال صناعة الكلام وحسن القول وفصل الخطاب هي ما جال في الذهن من الفكر المذكور وانطبق على موضوعه في الواقع. ولذلك في التعريف حين نعرف الحقيقة نقول هي مطابقة ما في الذهن على واقعه، ما في الذهن من معاني على واقعه، فإذا انطبقت فهي حقيقة. وإذا لم تنطبق فإما تدخل في التصورات وتتطلب الأدلة الأكثر، أو أنها وهم لا محالة لا بد من تركها. فإذا عندنا بين المعرفة هنا والحقيقة ترابط، بين المعرفة والحقيقة ترابط، لأن المعرفة هي انطباق دلالة ما يجول في الذهن على واقعه، فإذا انطبق صار تصديقا أو تسليما فهو حقيقة. هي حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة يعني لاصطلاح قوم معين بمصطلحهم على حسب معهودهم هو مطابقة. ولذلك في النوع الأول من أنواع التفكير الأفكار أو الآراء، حين نقول التعريفات كيف نأخذ التعريفات بمطابقتها على الواقع، كيف نأخذ الأحكام الشرعية بقوة الدليل، كيف نأخذ الرأي في الفنون والتجارب رأي الخبير، كيف نأخذ الرأي الذي يفيد العمل برأي الأكثرية المجتمعون لأجل العمل، رأي الأكثرية المجتمعين لأجل العمل. فلذلك وعليه كانت الحقيقة ثلاثة أنواع: حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، حقيقة عرفية. طبعا الحقيقة الاصطلاحية هذه خاصة بالقوم، لا تشمل صناعة الخطاب العام بالنسبة للمباحث الفقهية. يعني مثلا الحقائق النحوية مثلا على سبيل المثال هذه خاصة في حقائق المنطقية، الحقائق الكذا هذه خاصة بالمباحث أهل الفنون، ولكن هي فيها نظر وينطبق عليها نفس المفهوم، ولكن تخصصها يكون لأهل الاختصاص، بينما نحن نتناول في علم أصول الفقه ما يتعلق بالجميع.
وهو أن الحقيقة اللغوية هذه على حسب ما وضعت له واستعملت، وحقيقة شرعية على حسب ما أراد الشارع في معانيها، وحقيقة عرفية حسب ما غلب في المعهود الذهني للناس. النوع الأول الحقيقة اللغوية هي اللفظة أو اللفظ الموضوعة أو الموضوع من أهل اللغة من العرب لذلك المعنى الذي استعملت فيه. يعني الواضع الكردي مثلا، الواضع الفارسي، الواضع التركي، الواضع العربي، حين يضع لفظة معينة يريد معنى معين فهو حسب ما وضع هذا الأصل أن تستعمل. كالمذكور مثلا في لفظ الأسد للحيوان المفترس، أو اليد للجارحة، والعين للباصرة. وإن أريد باللفظ المذكور غير ما وضع له لمناسبة بينهما واستعمل فيه فهو إذن المجاز. يعني اليد للجارحة، لكن ممكن نستعمل اليد للقوة، ممكن نستعمل اليد للوجاهة، ممكن أن نستعمل يد فلان له يد على فلان، أي تأثير وكرامة. فإذا ممكن أن نستعمل هذه الألفاظ. فهو المجاز كالأسد للرجل الشجاع كما قلنا، واليد للنعمة والقوة، والعين لنبع الماء الجاري أو الشيء الموجود الملموس. هذا من حيث الحقيقة اللغوية. النوع الثاني الحقيقة الشرعية، وهي كل لفظ وضع لمعنى لغوي ثم استعملت دلالته في الشرع لمعنى آخر مع هجران الاسم اللغوي. هنا انقطع الاسم اللغوي عن المسمى غالبا بحيث لا يتبادر إلى أفهام السامعين المخاطبين الوضع الأول بأن وضعها لمقصود عنده كالصلاة للعبادة المخصوصة على ما ذكرناه آنفا. لأنه كثير من الناس لا يستعملون المفاهيم الإسلامية في حياتهم، تجدها غريبة عليهم لأنه غير منتشرة فيما بينهم وهم مسلمون، ولكن الاستعمال عندهم ضعيف، فصرفت الحقيقة الشرعية عن الذهن وتنوسيت، فنسي ذكر الله، فإذا أصبح يستعمل الأمور على غير ما وضعها الشارع. النوع الثالث الحقيقة العرفية، وهو غلبة استعمال اللفظ على معنى أخص من المعنى الذي وضع له، فاستعمله أهل العرف حتى صار هو المتبادر إلى الأذهان حال التخاطب فيما بينهم، وهجر الوضع الأصلي، كإطلاقهم اسم الدابة لذات مخصوصة عند القوم من ذوات الأربع كالحمار والفرس وما إلى ذلك، وهي في الأصل الوضعي يعني في أصل اللغة لغة لكل ما يدب على الأرض، وكاصطلاح اسم الفاعل للمعنى المعروف عند النحاة، هو المؤثر في المفعول. نعم. فهذه بقي عندنا، راح أترك المطلب الرابع للدرس القادم، فإذا كان هناك تعليق أو تعقيب أو سؤال حول هذا الموضوع أو غيره مما يتعلق به أو يخطر في ذهنكم فنسمع إن شاء الله. تفضل. الحقيقة والمجاز يفهم من السياق، من سياق الجملة. الحقيقة والمجاز قطعا، لكن هو قبل أن يفهم من مسار الجملة أنه هو موضوعه ليس مباحث الفقه والفكر وما إلى ذلك، وإنما موضوعه اللغة. وحين الاستدلال أو البحث والنظر والتقليد يثار هذا الأمر بالضرورة لإدراك المعنى. يعني مثلا حديث أنه
يعني لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر الحديث، حتى إذا رأيتم شحا مطاع ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فهنا هذه مفردات. من حيث المفردات لها أصول وضعية لغوية على حقيقتها اللغوية، وهناك استعمال شرعي لها سمي الحقيقة الشرعية، وهناك قطعا بكثرة الاستعمال الأفكار ستكون حقيقة عرفية بين الناس. فإذا كان أنه حين نريد أن نبحث الحقيقة والمجاز في هذا، إذا من جهة اللغة الحقيقة اللغوية، هنا المجاز الذي استعمله الشارع يكون مجازا، هذا من حيث البحث اللغوي هكذا. أما من حيث التحقيق فهو لابد أن نبحث كيف فهمه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المجال. فالحقيقة والمجاز من حيث الوضع والاستعمال، وليس من حيث تركيب الجملة إلا بذاتها، من حيث النظر في الوضع وكيف استعمل. هذا مبحث الحقيقة المجاز، وهو ما أشرنا إليه بالمطلب الثاني. نعم، تفضل. كلمة جال ما جال في الذهن. نعم. جرى. جال، نعم، يجول جولانا. جولان يعني مثلا نقول تجول، يعني اذهب تجول في العبارة، انظر ما فيها. فهنا يجول في الذهن أي يتحرك في الذهن بين الإحساس والشعور والتفكر. نعم. نعم. إذا ماكو سؤال ناخذ استراحة دقائق. تفضل. ممكن تعطي مثال عن المجاز اللغوي كما قلت، يعني ليس في القرآن كيف يعني إلا المجاز اللغوي. حين نبحث القرآن الكريم أو السنة القولية هنا، الأصل أنه يعني خطاب من الله عز وجل يفهمنا مراده سبحانه وتعالى. فحين يستعمل الكلمات يستعملها وفق زمن فهم قريش الذين لسان قريش. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تعلموا من قريش ولا تعلموها، فإن الرجل من قريش برجلين من غيرهم. قال بما؟ قال بنبل الرأي ابن شهاب. فهنا الاستعمال من حيث الاستعمال استعملها القرآن بمراده الذي يفهمه المخاطب. أما من حيث الوضع اللغوي للكلمة، يعني مثل الصلاة، مثل الزكاة، ألفاظ هذه مستعملة في القرآن الكريم، فاستعملها القرآن الكريم لإرادة فكرة معينة يفهم منها دلالة معينة هي الهيئة المخصوصة في الصلاة مثال يعني. أو مثلا تطبيق الشرع، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، تطبيق الشرع. وجاء في السنة أيضا بيان هذا المعنى. الصلاة في اللغة الدعاء، أي دعاء هو الصلاة. فهنا القرآن الكريم استعملها على مستوى الحقيقة الشرعية التي تعبر عن قصد مراد الله تعالى. فحين ننظر لها من جانب اللغوي هي مجاز في القرآن الكريم، لكن حين ننظر لها من جهة القرآن الكريم هي حقيقة، ويكون المعنى اللغوي ليس مرادا، ما مجازا، ليس مرادا. يعني الدعاء يعني ليس مرادا وأقم الصلاة لذكري. الدعاء هنا يعني جزء من الصلاة لأن من ضمنياتها وليس المراد لوحده. فهنا لا ينظر للمجاز لأنه هو ليس مرادا، المراد الحقيقة الشرعية التي خاطبنا الله عز وجل بها. بهذا الاعتبار يعني ليس في القرآن مجاز. نعم، نعم، ليس في القرآن مجاز.
في هذا الاعتبار. لكن هذا الكلام لا يؤخذ يعني بإطلاق هكذا، بحيث واحد يقول يعني كيف ما هذه في اللغة هكذا، لا، بوفق هذا المفهوم الذي ذكرناه. أما هو تبقى المباحث الحقيقة والمجاز كمباحث لغوية في القرآن الكريم. يعني يأتي اللغوي يبحث في القرآن الكريم هذه الألفاظ، ممكن يأخذ الحقيقة والمجاز. يعني هل يستطيع أن، لكن الفقيه حين ينظر لا يحتاج أن يقول المجاز، يقول ليس مرادا هذا المعنى، لأن البحث الفقهي هو غير البحث اللغوي. كيف نحتاج يعني مثلا من جانب اللغوي مثلا الصلاة، يعني ما نحتاج، يعني كيف نحتاج إلى، يعني ما هي يعني من جانب اللغوي؟ ما بالضرورة من الناحية الفقهية أنا ما أحتاجها، لكن من حيث المفردات والوضع اللغوي باعتبار تأسيس الكلام أو تأسيس المنطق، فهنا سنحتاج مثل هذه المباحث. والبعض حين يأتي وينكر بإطلاق، هذا ليس صحيحا. الإنكار بإطلاق ليس في القرآن حقيقة ومجاز، هذا من جهة البحث الفقهي، البحث الفكري، ليس في القرآن حقيقة ومجاز. أما من جهة البحث اللغوي، وهنا يتبادر إلى الذهن حين نقول من جهة البحث اللغوي، ماذا يتبادر إلى الذهن؟ الوضع، أصل الوضع للمفردات وليس للكلمة. يعني قبل أن نتعلم اللسان العربي، يعني هل ينبغي علينا أن يعني نتعلم لغة العرب؟ شوف هذا الأمر، يعني أنت تأتي ولتفسر القرآن مثلا أو تتعامل مع النصوص الشرعية، من الضروري بمكان أن تعرف المفردات في أصلها. فلذلك علماءنا ماذا عملوا؟ عملوا للمبتدئ كتاب مختار الصحاح. الرازي رحمة الله عليه اختار من كتاب الصحاح للجوهري، اختار مختارات سماها مختار الصحاح. حين تقرأ مثلا ضروري جدا حين تريد تتوسع تأتي لابد إلى يعني كتاب مثلا فيروزابادي القاموس المحيط. لكن حين تريد تتعمق أكثر في أصل الوضع والاستعمال، عندك لسان العرب، عندك المخصص، عندك من أروع ما كتب في التفسير تهذيب اللغة الأزهري. فأنت كمفسر لا تستغني عن هذه الأصول، لأن هذه الأصول مهمة جدا. وهنا مبحث المجاز والحقيقة والمجاز من جهة اللغة سيكون عندك واقع حال مطلوبا أن يساعدنا على فهم هذا. نعم، على الإدراك والفهم. لا سيما يعني حين الآن تريد أن تعرف لماذا القرآن استعمل هذا النص مثلا. في لسان العرب هناك كثير يتكلم كثيرا عن المعهود الذهني في زمن نزول القرآن، هذا مطلوب. هناك كتب، البعض ينكر على بعض المفسرين أنه ذهبوا إلى اللغة، يعني مثل البحر المحيط، يقولون التفسير اللغوي، تفسير لغوي. مثلا الدر المصون، هو الحقيقة هذا عنده هدف وغاية المفسر، هذا لم يريد تفسير القرآن بمفهوم علم الأذكار، وإنما أراد تفسير القرآن بأصل الخطاب عند الأوائل. ولكن بعض منهم هذا يحتاج له إلى تدقيق في متابعة الأمر، بحيث أنه لا ينصرف الذهن إلى المبحث اللغوي مجردا، وإنما يهمني كيف فهم العرب هذا الخطاب حتى أفهم الموضوع على ما أنزل. يعني أفضل يعني أن نستطيع أن نقول يعني اللغة واللسان يعني كما قلت يعني هو شيء لازم ملزوم يعني. أكيد اللغة واللسان لازم وملزوم من حيث الوضع والاستعمال. ولكن نحن
اللسان عندنا خصوصية له، أنه معهود القوم زمن النزول وليس القديم، لأنه هناك في لغة العرب القديمة أشياء يمكن طلاسم بالنسبة لنا. قصدنا عن لسان نزول الوحي. نعم، زمن نزول الوحي. نعم، تفضل. بالنسبة لكلمة الصلاة، يعني من خلال ما فهمته من خلال كلامك هو أن القرآن الكريم استخدم كلمة الصلاة يعني من 3 معاني. نعم. مثلا المعنى الأول تطبيق الشريعة وأقام الصلاة. المعنى الثاني مثلا حينما يأمرنا سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة يقصد به هذه العبادة والهيئة المخصوصة. نعم. وحينما نأتي إلى هذه الآية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، الدعاء يقصد به الدعاء. تمام. يعني استخدم كل المعاني. نعم. وهناك معاني أخرى، معنيين آخرين لا يحضرني الآن، ولكن ذكرتهما في كتاب تعدد الأحزاب السياسية، أنه هناك معنيان آخران لا يحضرني الآن. بس معنى الإقامة كتاب يعني شيء جديد، يعني من سورة القصص الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة والصلاة المخصوصة، يعني يقيمون العبادة المخصوصة. هذا لا، الذين مكناهم في الأرض. التمكين في الأرض ما هو؟ السلطان، القوة. هل هو موجود يعني في لغة لسان العرب؟ هذا في سياقه وهكذا. نعم موجود، يعني هو ليس اختراع من عندي، هذا وفق السياق. وبعدين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني أنا لم أخترع هذا المعنى. شكرا لك. هل يعني سابقا موجود؟ ما يخالف، جديد عليك، وأنا حين قرأته لأول مرة وجدته جديدا علي. موجود عندنا. ما قلنا قبل قليل أن هناك كثير من الأفكار الإسلامية غريبة لأنه تركت من الاستعمال. أليس قبل قليل ذكرنا هذا؟ ذكر حديثا ما أقاموا الكتاب. نعم، حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ما أقاموا فيكم الصلاة، قالوا أن نبذهم بسيفنا، قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. شراح الحديث يعني يشرحون ما أقام هذا الأمير بالصلاة المخصوصة، العبادة المخصوصة. هذه من يعني ايش تساوي لهم يعني؟ ما يمكن نجمع يعني كل يعني الصلاة والإقامة الكتاب يعني كليهما. طبعا هناك يعني من باب عام يراد به خاص وخاص يراد به العموم، هذا وارد جدا. أي نعم، هذا ممكن يعني الجمع. فهذا يبقى على يعني الباحث والناظر والمجتهد والفقيه والمفسر والمثقف أن يتعب نفسه في هذا المجال. نعم. بارك الله فيكم. ناخذ استراحة. ناخذ استراحة 5 دقائق إن شاء الله.